انه ياتي الليله هنا في ابو ظبي. جنش حبيب الزملكاويه يقود الزمالك بطلا للسوبر المصري للمره الثالثه في تاريخه، والاولى من ايدين الاهلي. لا وايه بضربات الجزاء اللي كتير بيسموها ضربات الحظ، وزي ما احنا عارفين الزمالك مش على وفاء مع الاثنين، الحظ وضربات الجزاء في مشاكل بينهم من زمان والنفوس شايله. عشان كده تلاقي فرحه الزملكاويه كبيره، مش بس عشان كسبوا الاهلي، لا عشان اخيرا الحظ قرر يتكسف على دمه. الفرحة حلوة مفيش كلام، وبتبقى كبيرة لما بتيجي بعد غياب، وبتبقى أكبر لما بتكون على المنافس التقليدي والمباشر على كل البطولات من قديم الأزل، وغالبا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بداية اعتذار واجب للفرقتين الزمالك والأهلي. احنا اسفين يا ولاد، بس المباراة دي تحديدا محدش هيروح فيها إلا بفايز ومهزوم. الحقيقة الفريقين كانوا راضيين جدا بالتعادل، والماتش كان مقفول ضبة ومفتاح بفعل سيطرة خطين الدفاع، وخصوصا الأربعة السردباكات في الفريقين على مقاليد الأمور في الثلث الهجومي لكل فريق. الواحد في لحظة من اللحظات تخيل إن اللعيبة ممكن في أي وقت يتفقوا ونلاقي ال 22 لعيب سايبين الجمهور والحكام والأجهزة الفنية في الملعب وطالعين يجروا على المطار ومربوحة كده وبارك الله في مرزق. الزمالك بيبدأ 4-3-3. حبيب الزملكاويه جنش في حراسه المرمى، قصاده الونش وعلي جبر، على يمينهم اسامه ابراهيم، وفي الشمال محمد ناصر، قصادهم طارق حامد اللي خلصت فيه كل الكلام، جنب طارق وساعات قصاده احمد توفيق، معاهم ملك العشوائيه معروف يوسف. في الهجوم محمد ابراهيم وستانلي تحت باسم مرسي. من اول دقيقه ظهرت الدنيا ماشيه ازاي. الاهلي ناوي يهاجم، ناوي بس المحاولات اللي شفناها من الاهلي كانت بتقول انه هيحاول يخطف جون وينام عليه. الزمالك بقى ما تعرفش محمد حلمي كان عايز ايه بالظبط، بس اللي بمرور الوقت واضح ان الزمالك لو وصل لضربات الجزاء هيكون فضل ونعمه من ربنا، لان ما تنتظرش من فريق بيعتمد في وسط الملعب على توفيق ومعروف لنقل الفريق هجوميا اي خطوره. الماتشات اللي زي دي محتاجه لعيبه من عينه حفني ومصطفى وشيكابالا اللي ممكن في لحظه يعملوا انفراد، فاول في مكان خطير، ضربه جزاء، حاجه غير تقليديه مش توفيق ولا معروف العشوائي ممكن يعملوها. سؤال للكابتن حلمي، هو امتى لعب ستانلي وينج شمال وعمل اي حاجه؟ ستانلي بيكون فعال اكتر في القلب لانه سريع ومهاري وشويط. طب بلاش وينج، الدنيا مقفول عليه في الشمال وانت شايف حسين السيد في الناحيه اليمين بعافيه ومش يومه، انقل عليه ستانلي. عموما روح هيكتور كوبر كانت بتهفهف على دكه بدلاء الزمالك، يا رب ده الزمالك ولا المنتخب لابس ابيض. الزمالك في الشوط الاول والتاني برضه ما وصلش تقريبا لشريف اكرامي اللي اعتبرنا كوره باسم دي فرصه. بالمناسبه انا كنت فاكر باسم مش متابع المنتخب بس، لكن اكتشفت النهارده انه مش متابع الزمالك كمان. تحس انه جاي يتخانق، مغلول من شيء ما. ليه العصبيه دي يا عم؟ المنتخب سافر ورجع خلاص، نقطه وابدا صفحه جديده. بس الى حد ما باسم معذور، مفيش حاجه بتوصل له، فقرر يجري يمين وشمال ويعتمد على سياسه التخبيط لعل وعسى يلطش واحده في الزحمه، لان خطه وتشكيل الزمالك ما يساعدوش يعمل اكتر من كده. ومش معذور في كميه العصبيه اللي هو فيها دي، اللي مش ممكن يركز معاها وممكن تلبس الفريق طرد في اي لحظه، والصراحه هو كان على الطريق ولبس انذار ملوش اي لازمه. الشوط الاول خصوصا والمباراه عموما كانت اليوم العالمي الزملكاوي للميس باص برعايه الوكيل الحصري للعشوائيه في الكره المصريه معروف يوسف. الزمالك حاول يبني هجمه على الارض ويطلع بالتدريج، لكن عدم وجود لعيب مهاري يقف على الكره ويشغل التلت الهجومي ادى لعدم اكتمال الهجمات وانعدام الفرص تقريبا. وبسبب تشكيل خط الوسط الغريب جدا تكفل لعيبه الزمالك بكل براعه في تعطيل اي هجمه مرتده زملكاويه. هجمه مرتده للزمالك تفاجئ فجاه انها وقفت، اما بسبب ان محمد ابراهيم مثلا من كتر حماسه سبق الكوره، او تلاقي الكوره بترجع لورا تاني من غير اي مبرر، او معروف بيعمل حاجه مش مفهومه وبيباصي للفراغ، او اي حاجه تجيب شلل والسلام. في المقابل الاهلي بدا بطريقته المعتاده 4-2-3-1، اكرامي لحراسه المرمى، قصاده حجازي وسعد سمير، على يمينهم محمد هاني وشمالهم حسين السيد، قصادهم حيطه سد مكونه من حسام عاشور واحمد فتحي. هجوميا لعب بفيكتور اجاي راس حربة صريح، تحته 3، وليد سليمان وينج يمين، مؤمن زكريا وينج شمال، وفي القلب نظريا وعلى الورق عبد الله السعيد اللي حرفيا تم حرقه بدنيا في كاس الامم. عبد الله لانه مش قادر فعلا فما كانش في القلب زي ما تمنى حسام البدري، فغالبا كان بيلعب من الوضع واقفا تحت في حضن عاشور وفتحي، فاصبح هجوم الاهلي في الغالب من على الاطراف. في اليمين جبهه قويه من هاني ووليد، والجبهه دي عملت شغل الصراحه. في الشمال المفروض كان يبقى في جبهه تانية من مؤمن وحسين السيد، لكن بما ان حسين كان بره ابو ظبي اساسا مش المباراه بس، فمؤمن كان لوحده في الجبهه الشمال. وبما ان خطوره مؤمن في تحركاته من غير كوره واستلامه هدايا زمايله، فبغياب حسين وعبد الله غاب مؤمن غصب عنه، فبدا كتير يضم في القلب لعل وعسى، وساعات كنا بنلاقيه جنب وليد. قلب الملعب الاهلي قفلوا ضبه ومفتاح بعاشور وفتحي، ووراهم سعد وحجازي، والظاهره الملفته للنظر هو احمد فتحي، ولا كانه جاي من بطوله لعب كل مبارياتها بالكامل في 3 مراكز مختلفه وسفر طويل وقصه طويله ولد وبت وانترنت، ومع ذلك مستوى واحد بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا ابني.
خلاصة الشوط الأول شبه خطورة هجومية للأهلي مقابل تنظيم دفاعي محترم للزمالك بقيادة طارق حامد ورباعي الدفاع المتألق. هجوميا الزمالك لم ينجح أحد بفعل فاعل قاعد على الخط. شوط تاني بيبدأ امتداد للشوط الأول ولسه راح كوبر بتهفف على المكان. محاولات أهلاوية غير مكتملة مع ضغط مستمر في نص الملعب أرض المعركة الحقيقية، ودفاع منظم للزمالك بقيادة علي جبر اللي المستوى راح في حتة تانية خالص مع المنتخب ومستمر على نفس المستوى. عاش يا علي. وما زال الفشل الهجومي مستمر. هجمة الزمالك كبيرها باصتين 3 وتتقطع. عمايل ايديا وحياة عينيا. وبعد 10 دقايق بدأ حلمي يصلح التشكيل جوه الملعب. بدأوا بنزول مصطفى فتحي مكان محمد ابراهيم لتنشيط الناحية اليمين خصوصا والهجوم المعدوم عموما. وفعلا بذكرياته وتاريخه مع الاهلي مصطفى عمل حركه في الجبهه اليمين وقلق للاعيبه الاهلي اللي بقوا بيضغطوا عليه باتنين وتلات لعيبه في كل كوره بيلمسها. ماشي اهو احسن من مفيش، على الاقل بقى في حد واخد انتباه لعيبه الاهلي ومأيدهم دفاعيا شويه بدل الرحراحه اللي هم عايشين فيها من اول الماتش. وما زال ستانلي محبوس بين محمد هاني والخط. يا عم الحته دي خلاص اتسدت، انقل الراجل جوه مش هيعمل حاجه هنا لو فضلت تلعب لسوبر السنه الجايه، لكن لا حياه لمن تنادي. في نفس الوقت حسام البدري رافض ياخد اي ريسك عشان يترجم سيطرته في ظل شلل جبهته الشمال والبلوك اللي عامله طارق وعلي والونش في القلب، واستمر يلعب بنفس النمط وده اللي كان عاوزه حلمي بالظبط. حلمي اخيرا بدأ يحس بغلطه، نزل دونجا مكان معروف وقبل النهايه ب9 دقايق تقريبا نزل احمد رفعت مكان ستانلي عشان نوصل للتشكيل اللي كان المفروض نبدأ بيه، بس ما عادش فيه وقت. واضح اننا رايحين على ضربات الترجيح وده كان الهدف الغالب على استراتيجية الزمالك في العموم. كلمة حق، طارق حامد مفيش كلمة ممكن توفيه حقه بمنتهى الأمانة. طارق أحسن صفقة جت الزمالك آخر 20 سنة وشايل الزمالك على كتافه بمعنى الكلمة وبيطور أداؤه كل يوم وما بيستخسرش نقطة عرق ولا جهد عشان فرقته، ومهما قلنا عليه أي كلام هيبقى أقل من اللي يستحقه. الشوط التاني كان شوط اللايت كوميدي في 3 مواقف، 1 لجنش و2 لفيكتور أجاي. أموت وأعرف جنش كان بيغيظ مين. الماتش يضرب يقلب وده في حته تانية ولا في دماغه، ودي احسن حاجه في جنش الصراحه انه ما بيتوترش لا وبيصدر التوتر للي قدامه. المشهد التاني مشروع تخرج في معهد السينما. اجاي واقع على الارض والكل في الملعب واللي قصاد شاشات التلفزيون منتظرين الاعاده عشان يعرفوا مين اللي ضربه بالنار. الراجل واقع وتحس انه لو اتاخر الدكتور عليه شويه السر الالهي هيطلع، ولاعيبه الزمالك بدات تفكر تطلع الكره بره انقاذا لحياته. وفجاه والكره مع لاعب الزمالك في مجال اجاي الجوي فط نط خطف الكره من لاعب الزمالك اللي مش مدي اخوانه وبصاها وعمل هجمه خطيره لو كملت بجون كانت هتبقى ليله مش فايته. يا ويلتي سنة ذراعي انها سليمة انها سليمة. المشهد التالت كان العلامه، كرة غريبة عجيبة مريبة عدت لأول مرة من سردباكين الزمالك لأجاي اللي حط فيها رجله اليمين والشمال وركبته اليمين والشمال وسمانته اليمين والشمال، والغريبة إن الكرة رايحة تتمخطر ناحية الشبكة بعد ما عدت جنش، لكن لأنها على مهلها آخر 3 حاجات جنش لم نفسه وقام جابها. ولحظة ما مسك جنش الكرة من على الخط دي كانت علامة يا مارد إن الزمالك ممكن يكسب بضربات الجزاء، وفعلا وصلنا لضربات الترجيح اللي تاريخ الزمالك معاها مش قد كده، لكن جنش كان له رأي تاني خالص. صد أول ضربة من مؤمن زكريا وتالت ضربة من صالح جمعة بنفس الطريقة من نفس الزاوية، وسجل للزمالك باسم وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت، ويدخل حسام غالي في منتهى الثقة والبطء في نفس ذات اللحظة لدرجة إني حسيت إنه فوجئ إنه وصل للكرة فشطها بالشكل ده، وفي كلام إنهم لقوا الكرة في دبي الصراحة. ايه يا مناع؟ ايه يا مناع؟ انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. عشان يفوز الزمالك على غير العاده بضربات الترجيح، لا وعلى مين؟ قادر على كل شيء ليقود جنش الزمالك للفوز بالسوبر الثالث. جنش اخر 3 سنين الزمالك ما خسرش اي ماتش وهو في الملعب، لعب 25 ماتش، الزمالك كسب 22 وتعادل 3 وخرج كلين شيت في 14 ماتش منهم، رقم برضو للي عايز ياخد باله يعني. والف مبروك للزملكاويه.